اتعلمت بالذات ان انا ما اتكلمش لا في دين ولا سياسه. أسماء شريف منير حلقت شعرها زيرو وبتهاجم الشيخ الشعراوي، وابوها لغى متابعته ليها بسبب اللي عملته. فنانه وبنت فنان ومقدمه برامج وبلوجر ومثيره للجدل، أسماء شريف منير اللي اثارت السوشيال ميديا طول الفتره اللي فاتت بمواقف كتير، اخرهم حلاقه شعرها وبعده لبس الحجاب. مين هي أسماء شريف منير وايه هي حكايتها؟ أسماء شريف منير من مواليد القاهره، اتولدت يوم 26 نوفمبر سنه 1987، يعني عندها 37 سنه. ظهرت في التمثيل من صغرها مع اكبر نجوم الفن زي عادل امام وابوها شريف منير، وبتعتبر البنت الاكبر في اولاده من مراته الاولى ناهد. درست أسماء في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، لكنها اختارت التمثيل لحبها ليه. عندها 3 اخوات، بنتين فريده وكاميليا وولد واحد اسمه فؤاد. أسماء بتعتبر من اكتر الشخصيات اللي بتحب الموضه والازياء والتجميل، عشان كده بتعمل كتير من الفيديوهات المختلفه على الانستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها نصايح لمتابعينها، واللي وصلوا لاكتر من 81 ألف مشترك على قناه اليوتيوب واكتر من 2 مليون متابع على الانستجرام، ده غير الفيسبوك اللي معدي النص مليون متابع. حياه أسماء العاطفيه ما كانتش افضل حاجه، ففي المرتين اللي أسماء اتجوزت فيهم انتهت حياتها الزوجيه بالطلاق. وبالرغم من جوازتها الاولى اللي كانت من راجل الاعمال المعروف محمود السكري في 2011، الا انهم انفصلوا بعد مده من الوقت وخلفت منه بنتها الوحيده لارا. وفي 2018 اتجوزت واحد من المجال الفني وهو الفنان محمود حجازي، وكانت اكبر منه ب5 سنين، لكن اعلنوا انفصالهم في بدايه 2021، وده كان نتيجه خلافات بينهم، وانتهى الامر بعد ما اتصالحوا وحلوا كل مشاكلهم. طب ايه هي الاعمال الفنيه اللي بتقدمها أسماء؟ أسماء بتعتبر من البلوجر المشاهير اللي بيقدموا عن طريق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي نصايح عن التمثيل والتجميل والازياء، وقدمت كتير من الاعمال الفنيه، واللي من اهمهم اول اغنيه انجليزي بعنوان Unfold Me Eyes، وقدمت برنامج تلفزيوني مع ابوها الفنان شريف منير. لكن أسماء في الفتره الاخيره بعد اختفائها قررت تخطف الاضواء وتثير الجدل على السوشيال ميديا وبين الجماهير. فحلقه شعرها زيرو كانت عامله ضجه كبيره على الميديا، ولما سالوها ليه عملتي كده ردت وقالت الحلاق قال لي احلى حاجه لو عايزه تعملي القرار ده لازم تعملي بايديكي عشان هو ده اللي هيكسر خوفك. وقالت كمان انا كنت زعلانه الفتره اللي فاتت، ولكن مش ده السبب اللي خلاني احلق شعري، لكن السبب الاساسي ان عايزه اعيش حاله اقدر فيها اتغلب على احزاني. حلاقه شعري بالنسبه لي كاني فتحت صفحه جديده، لاني حسيت ان شعري عاش حاجات كتير قوي معايا. وقالت انا حسيت ان عاوزه شعر جديد يطلع يعيش معايا حياه جديده تانية. ونشرت كتير من المواقع على السوشيال ميديا ان والدها الفنان شريف منير لغى متابعته ليها بعد نشرها صورها لما حلقت زيرو. لكن بعدها شريف منير نشر فيديو عن طريق حسابه الشخصي انستجرام رد بيه على الانتقادات دي ودافع عن بنته ودعم موقفها قدام الجمهور. أسماء علقت عن واقعة مهاجمة الشيخ الشعراوي وقالت انا اتعلمت ما اتكلمش في الدين ولا السياسة، انا بقول اللي جوايا واللي في قلبي، معرفش اتغير لان انا متسرعة، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الموضوع اتقفل وخليني انا في الحتة بتاعتي لاني لقيت الموضوع كبير عليا، لو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا ان حقيقي ما كنتش اقصد. وقالت كمان ان لم اوفق في كلامي عن رايي في شيخنا الجليل، انتوا شايفين ان الصح ان اتشتم كل الشتايم دي انا واهلي؟ هل الصح انهم ينادوا بقطع عيشي؟ هل الصح ان اتحاكم واتقتل واتشنق؟ وده كان كلام ناس بجد مش مجازا. هل بنتي تتيتم عشان قلت كلمه ما كنتش اقصدها واعتذرت عليها؟ محدش فاهم يعني ايه تكون بتتهاجم بالعنف ده، وكله بيفسر ويقول على لسانك كلام على مزاجه. مستنيين تعليقاتكم حوالين اثاره الجدل اللي بتعمله أسماء شريف كل فتره وعن ارائها اللي قومت السوشيال ميديا عليها.